سلام. صادف شي نهار ولبستي البالي او تسوقتي قطع للمنزل ديالك من محل الفينتاج ومشيتي اون مود انكونيتو حيت خفتي من الاحكام الاستباقيه ديال الناس والشوفه الناقصه، ماشي بوحدك. حتى انا تسوقت من هذا النوع من المحلات وكنت كنلقى السعاده القصوى ديالي، غير انا كنت كنمشي براسي مرفوع. بالنسبه لي شراء القطع المستعمله كتعتبر اختيار ذكي من الناحيه الاقتصاديه والبيئيه، قطع فريده وباسعار معقوله، علاش لا؟ المظهر الشخصي ما كيعتمدش على ثمن الملابس، ولكن الأهم هو الشعور بالراحة والثقة في شنو لابس. من ناحية الصحة العامة يقد يكون اختيار الملابس المستعملة مفيد إذا تأكدنا من النظافة ديالها والتعقيم ديالها، بالإضافة إلى أن تجنب الألياف الكيميائية المستخدمة في إنتاج الملابس الجديدة يقدر يقلل من التعرض للمواد الكيميائية اللي تقدر تأثر على صحة البشر. داكشي علاش من المستحب نغسلوا الملابس الجديده دائما قبل ما نلبسوها. خليني نحصر لك بعض ايجابيات ثقافه الفينتاج او الملابس المستعمله على الصحه النفسيه. كالعاده غادي نحصرها في 5، راكم عرفتوني ما عزيزش عليا رقم 6. اول حاجه تعزيز الابداع والتعبير الفردي. اختيارك الملابس الفينتاج كيعطيك فرصه تعبر على نفسك بشكل فريد، تظهر اسلوبك الشخصي، الشيء اللي يقدر يعطيك الشعور بالفخر والثقه في النفس والتميز. ثاني حاجة ربط بالتاريخ والذكريات. الملابس الفينتاج تقدر تحمل ذكريات وتراث تاريخي زوين، هادشي كيساعدك في بناء روابط مع الماضي وتعزيز الانتماء. ثالث حاجة تجنب التشابه الجماعي. في هذا العصر اللي كيتسارع فيه التشابه في الملابس، كلشي كيلبس بحال كلشي، كيقدم لنا الفينتاج خيار مختلف كيساعد الناس في تجنب التشابه الجماعي وتحديد هويتهم الشخصية. رابع حاجة تجربة البحث والاكتشاف. البحث عن قطع فريدة ونادرة في متاجر الفينتاج يمكن يكون تجربة ممتعة ومحفزة كتعزز الحالة المزاجية. خامسا ولا سادسا لها تحفيز الاستدامة، لا ديورابيليتي. اختيارك الملابس المستعملة كيعكس اهتمامك الحقيقي بالبيئة. أما من بين الإيجابيات الكبرى لثقافة الملابس المستعملة هو السماح بإعادة التدوير وتقليل الفاحشة الاستهلاكية. منفعتها كتمثل في تقليل النفايات وتوفير الموارد، ولكن كيفاش نوازنوا بين هذه الاستفادة منها وتأثيرها على البيئة؟ موضوع الحلقة الثالثة. تهلاو.